بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حبايب قلبي؟ عاملين ايه؟ اتمنى يا رب دايما تكونوا باحسن صحة واحسن حال. اول حاجة نقول اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين. طبعا يا حبايب قلبي، لو اول مرة بتشوفوا القناة ما تنسوش تشتركوا فيها وتفعلوا الجرس عشان يوصلكوا دايما كل جديد. ما تنسوش تحطوا دايما لايك للفيديو. ويلا بينا نقول بسم الله الرحمن الرحيم ونبدأ على بركة الله ونشوف معانا ايه النهاردة. زي ما انتم شايفين معانا هنا دي فراخ انا نضفتها ونقعتها، وكمان عملت فيها فتحات علشان هنعمل فراخ مشوية بتتبيلة جميلة جدا، احلى 100 مرة من اللي جاهزة. هنحتاج ايه؟ هنحتاج بصل، معايا دول بصلايتين متوسطين وطماطميتين وليمونة. والتوابل اللي هنحتاج لها معانا ملح، فلفل اسود، زعتر، كمون، توم بودرة، بابريكا، كركم، روزماري، كزبرة ناشفة، وشوية من بهارات الفراخ، بصل بودرة وكاري. دي كل التوابل بتاعتنا اللي هنستخدمها. وكمان هنستخدم ربع كوباية من الخل. هنعمل كل المكونات بتاعتنا دي في قلب الخلاط، طبعا علشان اللي مش متوفر عنده الكبة يبقى الطريقة سهلة عليه. هبدأ احط كل المكونات بتاعتي، الطماطم والبصل، ننزل بقى بكل التوابل بتاعتنا، معلقة من كل نوع من التوابل، شوية من الخل، حوالي ربع كوباية من الخل، ننزل بعصير الليمون، وكوباية من الزبادي. المفروض ان هناخد كل المكونات دي بقى ونضربها في الخلاط. ده بالشكل بتاع الخلطة بتاعتنا او التتبيلة بعد ما ضربناها زي ما انتوا شايفين بالشكل ده، ناعمة جدا وجميلة. وكمان الريحة بتاعتها ما اقولكوش عاملة ازاي. ابتدي بقى اخد بقى قطع الفراخ كده ونبدأ نعمل لها مساج بالتتبيلة الروعة دي، وندخل طبعا في قلب الفتحات. ندخل بقى التتبيلة كويس جدا تحت الجلد وفي كل الأماكن. الأفضل إن أنا طبعا أعملها بالإيد بالشكل ده عشان أحس بالحاجة وأنا بعملها. وابتدي بقى أدلك الفرخة كويس جدا زي ما انتوا شايفين وتحت الجلد. ندخل كويس قوي قوي التتبيلة في قلب الفتحات اللي احنا عاملينها عشان اللحم بتاع الفراخ يكون شارب من التتبيلة ومتطعم بكل التوابل اللي احنا حطيناها فيها. وابتدي أعمل في كل قطع الفراخ بنفس الطريقة. تبلها كويس جدا. طبعا بنعمل الكلام ده من قبلها مثلا بليلة كاملة علشان كمان الفراخ تشرب من التتبيلة وتاخد طعم حلو جدا. طبعا لو مستعجلين اقصى حاجة ممكن تكون هي ساعتين. بالشكل ده زي ما احنا شايفين لحد ما اخلص كل كمية الفراخ بتاعتي بنفس الطريقة. كمل انا بقى تتبيل الفراخ كلها وارجع لكم تاني. بالشكل ده بعد ما تبلتها كويس جدا هبتدي طبعا اغلفها وادخلها التلاجة. نغلفها كويس جدا طبعا عشان ما تنشرش الروايح بتاعتها طبعا في التلاجة وتغير روايح الاكل الموجودة فيها. بالشكل اللي احنا شايفينه ده.
كده يا حبايب قلبي ابتدي بقى احطها في التلاجة من بالليل لحد الصبح، او اقصى حاجة ليها مدة ساعتين لو احنا مستعجلين، او 4 ساعات على حسب ما تحبوا تخلوها عندكم في التتبيلة. بعد ما تتبل نرجع نشوف هنعمل ايه تاني مع بعض. خلاص كده يا حبايب قلبي، بعد ما سبت الفراخ بتاعتنا في التتبيلة وخدت الوقت بتاعها، هنعملها في الكيس الحراري. زي ما انتم شايفين انا جبت الكيس حراري، حطيت فيه معلقة واحدة من الدقيق، وطبعا رجيته حسب التعليمات الموجودة على الكيس، وفضيت كمية الدقيق الزيادة. ابتدي بقى دلوقتي اخد قطع الفراخ احطها جوه الكيس. لما بنعملها في الكيس الحراري بتحتفظ بالعصارة بتاعتها وبتكون جوسي وطعمها حلو جدا. زي ما انتم شايفين هناخدها فيها بواقي تتبيلة عادي جدا، وكمان هنحط شوية من التتبيلة عليها. ببدأ ألم القطع بتاعتي كده واحطها في قلب الكيس. بتاكلوا من الكيس الحراري أحلى فراخ مشوية ممكن تدوقوها في حياتكم، بتكون طرية جدا وجميلة بالشكل ده. احط بقى كل القطع بتاعتي وارصها كويس. طبعا رشة الدقيق اللي حطيناها علشان الفراخ بتاعتنا ما تلزقش مننا جوه الكيس. باخد شوية من التتبيلة بالشكل ده طبعا عشان الفراخ وهي بتستوي تشرب كمان من التتبيلة وتتطعم معانا. خلاص كده ببتدي اربطها بقى بالسلك اللي بيجي معاها. بمسك الكيس كده وامسكه كويس قوي وابتدي الف الربط عليها واقفل عليها كويس جدا. خلاص كده معايا ليمونة. الليمونة دي هحطها علشان طبعا الصينية بتاعتي ما تسودش مني في الفرن، لان انا هحط معاها مية مغلية، حوالي كوباية من المية المغلية بالشكل ده. زي ما انتم شايفين ببتدي احط في الجوانب كده مية مغلية، وابتدي احطها في الفرن في الرف تحت على الصاجة بتاعة الفرن مباشرة علشان الفراخ بتاعتنا تستوي. بتاخد معانا حوالي من ساعة لساعة ونص على حسب وزن الفرخة بتاعتنا، ونرجع نشوفها مع بعض. نسيت حاجة مهمة جدا يا حبايب قلبي، ان احنا لازم معانا خلة او سكينة نعمل فتحات في قلب الكيس علشان طبعا ما يفرقعش مننا في قلب الفرن. خلاص كده ابتدي احطها بقى على صاجة الفرن ونسيبها لحد ما تستوي، ونرجع نشوف هنعمل ايه مع بعض. كده حبايب قلبي هنبتدي بقى نعمل تسبيكة كده للمحشي، عشان هنعمل شوية محشي جميل جدا مع بقى الأكلة بتاعة الفراخ المشوية. حط شوية كده من الزيت في قلب الطاسة زي ما احنا شايفين على النار. حط عليهم حوالي 3 بصلات، دول حوالي 3 بصلات كبار متقطعين. بنزل بيهم في الزيت بالشكل دوت علشان نعمل بقى تسبيكة المحشي. نقلب بقى البصل ونبتدي نسيبه كده لحد ما يبتدي يدبل معانا ويصفر. نسيبه بقى كده شوية لحد ما يبتدي يدبل، ونرجع نشوف هنعمل ايه مع بعض ونحضر الطماطم بتاعتنا. زي ما احنا شايفين البصل بتاعنا بدأ يصفر معانا وياخد لون بسيط. هنسيبه كمان شوية عشان محتاجة ان انا اديله شوية لون كمان علشان يكون طعمها حلو معانا في الاكل. كده البصلة بتاعتي وصلت للون اللي انا عايزاه، ابتدي انزل عليها بعصير الطماطم. شايفين اللون بتاعها اصفر فاتح، ما غمقتهاش ولا حاجة علشان برضو يكون طعمها حلو. زي ما احنا شايفين ننزل بالعصير بتاع الطماطم بتاعها ونسيبها علشان تتسبك معانا. اقلبها بقى واسيبها لحد ما تبتدي تتسبك وتفصل المادة الدهنية بتاعتها على الوش. نغطي عليها
ونسيبها بقى تتسبك ونشوف هنعمل ايه تاني. معايا كمان هنا ورق عنب، ده من الحاجات اللي احنا هنحشيها. ورق عنب متفرز عادي جدا، خرجته من الفريزر، يا دوبك شطفته بشويه من الميه وحطيته في ميه ساقعه خالص زي ما احنا شايفين، ورفعته على النار علشان يتسلق. والعروق كمان بتاعته موجوده، بتتحط في قعر الحله، بتكون حلوه جدا زي ما احنا شايفين. هسيبه بقى لحد ما يبتدي يتسلق معايا اهو. بدأ يفك كده من بعضه زي ما احنا شايفين. بصوا الورق حلو جدا ما شاء الله لما بيتعان اخضر زي ما هو. هسيبه يكمل السلق بتاعه ونرجع نشوف هنعمل ايه تاني. خلاص كده الصلصة بتاعتي اتسبكت، هبتدي احط عليها التوابل بتاعتنا. هحط ملح، فلفل اسود، شطة، شوية من الشطة كده مش كتير، وطبعا دي اختياري، بس بصراحة بتدي المحشي طعم حلو جدا الشطة. شوية كمان من الكمون، شوية من البهارات، ودي رشة من النعناع الناشف حلوة جدا، تدي طعم وريحة حلوة جدا، وخصوصا لما بيكون بنعمل محشي كرنب. ببتدي افركها كده في ايدي واشيل العروق الناشفة. خلاص كده بعد ما قلبت كل التوابل هبتدي انزل بالرز المغسول، ونقلب بقى الخلطة بتاعتنا كده. مهم جدا ان احنا نديها تسخينة كده على النار، عشان حتى لو قعد الرز معانا في التلاجة يكون حلو جدا. بعد ما سخنته بالشكل دوت نقلته في حاجة واسعة، وابتدي انزل عليه بالخضرة المتخرطة علشان اعرف طبعا اقلب الخلطة كلها في بعضها، ونبتدي بقى نحشي المحشي بتاعنا. اقلبها كويس جدا. طبعا انا ما حبيتش احط الخضرة على النار علشان الخضرة ما تتبلش معايا وتفضل محتفظة بلونها الجميل ده. يلا بينا نحشي بقى المحشي. زي ما انتم شايفين، اول حاجة ورق العنب على الناحية الخشنة كده من الورقة، وببتدي اتني الطروف بتاعته واخد الجنبين لجوه، وطبعا بنضغط ضغطة خفيفة ونبتدي نلف ونعمل احلى صباع محشي زي ما احنا شايفين. بالشكل ده بيكون الصوابع بطريقة سهلة جدا وسريعة زي ما احنا شايفين. نعمل كمان واحد اهو، الناحية الخشنة هي اللي لبره، ونبتدي نحط شوية من الرز طرف لجوه، وهكذا الطرف التاني. طبعا انا بوريكم بالراحة خالص طبعا علشان اي حد ما بيستصعب موضوع اللف بتاع الورق العنب. موضوع بسيط وسهل زي ما احنا شايفين اهو. صباع جميل وماسك نفسه ما شاء الله. بالشكل ده اعمل كمان واحد، وبعد كده هكمل انا بقى. اقعد كده على جنب والف باقي الحلة اهو. خلاص كده بالشكل ده ابتدي انا اكمل لف باقي المحشي، وكمان حبة كمان اهو ملفتهم بسرعة. ابتدي بقى ارصهم ونرجع نشوف هنعمل ايه تاني. معانا كمان شوية من الكرنب برضو كان عندي في الفريزر، طلعته علشان نعمل تشكيلة كده من المحشي حلو معانا. طبعا الكرنب اللفة بتاعته بتكون اسهل شوية من ورق العنب زي ما احنا شايفين. حتى برضو لو معانا ورقة فيها اي قطع بالشكل ده عادي، بنتحايل على القانون يعني وبنلفها وبنعمل منها احلى صباع محشي. اهو الموضوع سهل وبسيط، ما تستصعبوش حاجة واعملوا كل حاجة بايديكم.
خلاص كده زي ما احنا شايفين هبتدي طبعا اكمل انا لف الحلة بتاعتي، وكمان هحشي شوية من الفلفل الرومي، ونرجع نشوف هنعمل ايه تاني مع بعض. خلاص كده حبايب قلبي، ده شكل الحلة بتاعتنا بعد ما حطيت عليها الشوربة. دي شوربة انا زودت لها شوية من تسبيكة المحشي عشان تدي معانا اللون الجميل ده. طبعا بنسقي الشوربة لحد ما اول طبقة بس من الورق، ما بنغطيهوش ولا حاجة. زي ما احنا شايفين الشوربة لازم تكون عند اول سطر، وببتدي احط تقل زي ما شفتوا طبق واغطي عليه واسيبه يستوي. نفس الحال في محشي الكرنب، زي ما احنا شايفين يا دوبك الشوربة محصلة اول سطر بالظبط من رصة المحشي. وطبعا بنحط برضو اي حاجة تقيلة فوق على الوش عشان ما يفكش معانا وهو بيغلي، ونغطي عليه ونسيبه علشان يستوي، ونرجع نشوف احلى اكلة. كده حبايب قلبي زي ما انتوا شايفين الاكل بتاعنا النهاردة ما شاء الله يفتح النفس. بصوا الفراخ المشوية جميلة ازاي ولونها حلو جدا، وطبعا المحشي بكل التفاصيل بتاعته اللي شفناها مع بعض، وادي كمان محشي الكرنب والشوربة وشوية وعملت كمان طبق ملوخية مع شوية مخلل، واحلى اكلة تفتح النفس ما شاء الله. اتفضلوا معانا. طبعا حبايب قلبي لو عجبتكم الطريقة بتاعتي النهاردة ما تنسوش لايك وشير واشتراك في القناة، ما تنسوناش من تعليقاتكم الجميلة. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.